بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نحيي الشعب اليمني العظيم وقواته المسلحة والأمن ولجانه الشعبية على الصمود في وجه هذا العدوان، وأتوجه بالشكر إلى الوفد الوطني الذي ذهب إلى سويسرا على موقفه الإيجابي والممتاز والموحد، وذهب من هنا وهو يعرف ماذا يريد. ولكن الوفد الآخر وصل إلى سويسرا لا يعرف ماذا يريد غير نقطتين اثنين: خروج الأسرى وتوزيع المواد الغذائية في بعض الأحياء في بعض المدن اليمنية، وليس في كل المدن اليمنية التي تتعرض للعدوان. وهذا عمل طائفي ومناطقي كما يسعى له هادي، وكما سعى من قبله البيض في 93-94، وهو الآن يقول هو رئيسا شرعيا. بأي شرعية؟ فلا شرعية لهادي ولا شرعية للقرارات التي يصدرها من المنفى أو من عدن الباطلة، فلا شرعية لهادي ولا لقراراته. الشرعية للصامدون في صنعاء، الشرعية للصامدون في صافر، في مارس، في الحديدة، في تعز، في أب، في ريمة، في البيضاء، في شبوة، في حضرموت، في المهرة، في أبين، في لحس، في دماء، في الضالع، في أدنى الباتلة. هذه هي الشرعية. لا شرعية للفارين ولا شرعية لوفد الرياض. وفد الرياض متخبط، أنا لا أتدخل في الشخصنة ولا أقيم شخصنتهم ومن هم، ولكن الكل يعرفهم من هم. فأنا أتحدث إلى شعبنا اليمني العظيم وإلى الرجال الصامدين والثابتين، وتوجه بالتحية الأخرى إلى قيادة المؤتمر الشعبي العام من لجنته العامة والدائمة، الثابتين والصامدين. وأتمنى أن يعودوا الآخرين إلى الاتحاد بإخوانهم في البلد. وما هو مقدر هو مقدر لنا كلنا، لن أكون أغلى من هذا ولن يكون أغلى من هذا، كلنا في الهواء سواء. أطفالنا قتلوا ونساءنا قتلت ومساكننا دمرت وجسورنا دمرت ومدارسنا دمرت ومستشفياتنا دمرت، كل شيء دمر، فلا باقي إلا الصمود. المعركة لم تبدأ بعد، المعركة إلى الشعب اليمني العظيم لم تبدأ بعد. إذا لم يتم الحوار المباشر بيننا وبين المملكة العربية السعودية فلا حوار مع المرتزقة ولا حوار مع الفارين. وبرعاية أممية أو مباشر بين الصامدون في العاصمة صنعاء مثل بالمؤتمر الشعبي العام وأنصار الله والجيش، جيش الشعب ليس جيش العائلة. تفضلوا قيموا الموقف يا سياسيين. أين جيش العائلة؟ وأين حكومة العائلات؟ هل كان عبد ربه منصور هادي من الجيش العائلي أو من الحكم العائلي؟ هل عبد العزيز كذلك؟ هل الإرياني؟ هل علي مجور؟ هذا هو الجيش العائلي وهذا هو الحكم العائلي. تحكم الشعب اليمني أنت يا هادي، أنت وبحاح من الرياض. لا يجوز ولن نقبل، لا يجوز ولن نقبل، لا احنا ولا أطفالنا ولا نسائنا، لن نقبل على الإطلاق. 9 أشهر ونحن نتلقى الضربات القاسية ومستعدين نتلقى أكثر منها ونصمت في وجه هذا العدوان. والمعركة أكررها مرة أخرى لم تبدأ بعد، لم تبدأ بعد وسنبدأ إذا لم يختاروا طريق السلم النظام آل سعود ومن يتبعهم ويتفضلوا للحوار برعاية روسيا الاتحادية والأمم المتحدة. روسيا الاتحادية هي محايدة، كل القرارات ضدنا، هو القرارات الذي فرضت على اليمن هذا قرار حاد
تتحدث من المعطل. لماذا ما يكون في وضوح من هو المعطل؟ إذا احنا معطلين فلنتحمل المسؤولية. هاتوا براهينكم، هاتوا أدلتكم إن احنا معطلين. أنا أتحدث وأنا قلت بعد العدوان على السكن يسار، وقلت أنا محايد، لكن أنا أنت محارب مع الشعب اليمني ضد العدوان، والآن نحن متحالفين مع الشعب اليمني ضد العدوان، وكل حزب سياسي وكل قوة سياسية تواجه العدوان نحن خلفاء معه. وأشكر وأتمن تثمين عالي القوى السياسية التي ثبتت وهي بجوار الطاولة وتحت الطاولة، هي ضد العدوان، لكن الذي فوق الطاولة ظهروا أنهم مش محايدين. فنحن نثمن تثمين موقفهم أن يعلوا من الأجناب ومن تحت الطاولة إلى فوق الطاولة لتحقيق موقف من هذا العدوان. لن يدوم الحرب ولن يدوم السلم في أي مجتمع في العالم، يحتاج إلى رجال أقوياء وثابتين وصامتين. أيوة، كيف نتكلم؟ كيف نصمد؟ إحنا عندنا حجج وعندنا منطق وعندنا فلسفة سياسية وفلسفة قانونية، لكن أنتم لا توجد عندكم فلسفة غير المال وشراء الضمائر. تلفونات ترن إلى صنعاء، وتلفونات ترن إلى الحديدة، وتلفونات ترن إلى كل المحافظات، تعالوا استقبلوا المظلات، استقبلوا البراشوت، استقبلوا المال، استقبلوا الأسلحة. وبعدين أدعوكم أيها الأخوة المواطنون الأعزاء في تعز وفي كل المحافظات، خذوا الأموال وخذوا الأسلحة، لكن من العيب أنك تقتل أخوك، من العيب أنك تقتل نفسك. خذوا منهم أسلحة، متخمين بالمال، خذوا أسلحتهم، خذوا ذخائرهم، ما تقتلوا بعضكم البعض، جمعوها حتى يأتي الوقت لتحرير مناطقنا من الغزو، حتى يأتي الوقت المناسب لتحرير مناطقنا من الغزو. نحن فارغين، الجامعات فارغة والمدارس فارغة والمعاهد فارغة، ماشي عندنا التزامات ومصانعنا مقفلة ومدمرة، ولكن نحن معنا مؤسسة جديدة هي الحرب القادمة، سندخلها. إذا لم تنصعوا إلى السلم وتأتوا إلى الحوار المباشر، حوار مباشر وجها لوجه، وده معكم حجج علينا يا أهلا وسهلا. نحن غزوناكم، نحن حددنا أمنكم واستقراركم، حاجزونا، ادوا براهينكم، تعالوا إلى أي محكمة دولية إن احنا نحدد السلم في المنطقة أو نحدد أمن وسلم المملكة العربية السعودية. أبدا، هي مملكة جارة نسلم من أذاها، من أذاها مش أذى أشخاص، هذا مال يعبثوا بالبال وهم عارفين كيف يتصرفوا. لكن من العيب إن كل واحد يقتل أخوه في البيضة، في شبوة، في مارك، في أي مكان. نحن نأسف للجرحى والقتلى الذي صاروا ضحايا في كل المحافظات، سواء من طرفنا من طرف شرعية صنعاء أو من طرف الشرعية الخارجة عن الإجماع الوطني. حوارنا الآن هو مع المملكة العربية السعودية، ونحن على استعداد للتعاون مع كل القوى السياسية في مقدمتها أنصار الله للتعاون معهم للحوار المباشر على طاولة مع المملكة العربية السعودية. تشتوا في موسكو حاضرين، تشتوا في جنيف حاضرين، تشتوا في الأمم المتحدة حاضرين، في أي مكان في العالم نحن حاضرين للحوار. تشتوا براهينكم وإحنا نجيب براهيننا ونديه لنا. هذا ما يجب أن يكون موقفنا السياسي القادم. لن نذهب إلى الحوار، لا سويسرا ولا جنيف ولا أديس أبابا، ولا نذهب إلا في حالة إيقاف الحرب. إذا وقفت الحرب سنذهب للتحاور مع المملكة العربية السعودية، وليس مع وفد الهاربين والنازحين والمتسولين. فأنا أحيي الصمود للشعب اليمني وأحيي وفدنا الوطني
على موقفها الرائع والجيد، ونثني عليه ثناء كبير، وكان عارف ما يشتهي. أما هؤلاء مساكين لا يعرفوا ما يريدون، وموظفين يا عيبة يا عيبة تحضروا معنا سويسرا وانتوا جاي من الرياض. كان لو جيتوا من عدن، كان لو جيتوا من مارس من الرياض جيت تفاوضني، تفاوض مدينة تم ابن نوح، عيب عيب. تفاوض صنعاء، أحيي وأتمم وأقدر أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقواعده وأنصاره وحلفائه على موقفهم الرائع والصامد والجيد. فالتحية هي للجميع، وأتمنى على الذي في الخارج العودة بالسلامة، وأتمنى لهذا الاجتماع التوفيق والسداد والنجاح والتنسيق الكامل والشامل مع كل القوى السياسية ومع أنصار الله، وبالمفتوح والعلن مش تحت الطاولة. أنصار الله معانا في الميدان ونحن معاهم في الميدان. احنا لم ندخل المعركة بعد، لكن سندخلها إذا ما انصاعوا للسلم. شكرا. هذا ويواصل نظام آل سعود تصعيد عدوانهم البربري على اليمن.